السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحية للحكومة المصرية، تحية لكل القيادات الوطنية المحترمة اللي بتتقي الله في مصر وشعبها، تحية للسيد وزير المالية، وتحية للسيد شريف الكيلاني القائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك. أنا في البث دهوت النهاردة بس من نوع خاص، لأن النهاردة ذكرى حريق عربية البي ام. زي النهارده كده في 2007 قبل الفجر اللي داخل علينا ده بنص ساعة، فوجئت ان العربية البي ام بتاعتي في بورتوفيق امام القنصلية السعودية بتتحرق الشنطة بتاعتها. اللي هيحرق بي ام هيحرق المكنة. اللي فوجئت بحريق الشنطة عشان يتحرق الشنطة اللي جوه الشنطة بالمستندات اللي فيها ودهيت مستندات اخطر قضية تهريب بتتم في مصر من تاريخ انشاء ميناء العين السخنة على يد اسامة الشريف ورجال. اللي حصل كالاتي: يوم 21/1 اللي هو بتاريخ امبارح، كان يوم سبت موافق. في الوقت ده رجع موظف من الحج، صابر متمن احد متمنين ميناء العين السخنة، رجع من الحج يوم السبت بيفتح الاكونت بتاعه، لقى شحنة باسم نسر الشرق طالع لها اذن افراج ومتمنة يوم الخميس باسمه، والراجل كان يوم الخميس في السعودية، وطالع اذن افراج، والمتمم بيمضي ورا منه مدير تعريفة وبيمضي ورا منه مدير حسابات، وطالع اذن افراج، وبالفعل كان طالع اذن افراج. جابوا الشركة ديت بتاعت نسر الشرق، لقوا صاحبها ميت بقاله 5 سنين. جابوا شغل الشركة كله اللي كانت شغالة بقالها 2.5 سنين، لقوا شغل الشركة كله طالع من غير ما يدفع جنيه جمارك، ولقوا الشحنة اللي طالع لها اذن افراج ديت مش دافعة جمارك، بس الحاوية لسه داخل الجمرك ما خرجتش لعطل فني يوم الخميس. جابوا المقاول، لقوا المقاول سعد الشاذلي النقل، وانا فعلا اللي ناقل شغل الشركة كله من تاريخ ادراجها على السيستم. الشغل دوت كنت بنقله للمستخلص عوض محمد عوض هنا عندنا في السويس، واخوه تامر محمد عوض ووليد محمد عوض، ودول كانوا صبيان مستخلصين واصبحوا مستخلصين وداخلين معانا منت السخنة بشبشب فردتين شمال ما حلتهمش حاجة. من اول ما اشتغلت للرجالة شركة نسر الشرق دي نقل وانا بنقل لهم شغلهم كله، بدأوا يبنوا في براك في الملاحة هنا في السويس. العائد اللي داخل لهم من مهنة التخليص ما يشتري لهمش شقة بالقسط في المساكن. اللي نزل بحر القشطة بيبان عليه. المهم جه الراجل اكتشفوا الموضوع، كان عوض في الحج بيسألوا وليد اخوه الشركة دي بتاعتكم؟ قال لهم لا دي بتاعت سعد الشاذلي واحنا بنساعده في التخليص. قال له روح هات سعد الشاذلي. راح جاب الراجل اللي شغال معايا محمد الرموزي من مبنى 11 بيركن قدام جمرك في الباركنج اللي قدام الجمرك وقدام مبنى الشرطة، وانا بركن جنب منه لقيت الراجل بتاعي نازل معاه. خير يا محمد سايب شغلك ليه في مبنى 11؟ قال له مدير الجمرك عايزني. قال لي قلت له عايزك ليه؟ قال لي وليد بيقول شركة نسر الشرق بتاعت سعد الشاذلي. قلت له علاقتنا بقى ايه؟ قال لي نقل. قلت له اديله الاذن بتاعه يروح يخلص جمركه ويجي. روح يا وليد انا هاجي انا لمدير الجمرك، وخدت محمد الرموزي ودخلت الاسلام بيه البدري رئيس مباحث السخنة في الوقت ده، صديق عوض محمد عوض الانتيم وشريكه في الشغلان. يا اسلام بيه يوم الخميس الشحنة ديت المفروض تخلص، خدت اذن التسليم دوت من الرجالة كالمعتاد بتاع شغلهم كله. كل شغلهم اللي ادوني يوم الخميس اندفعت الجمارك بتاعته وطلعته لهم، عدا الشركة ديت ما اندفعلهاش جمارك، فما دفعتش ارضيات لان ما ينفعش ادفع ارضيات الا لما ادفع جمارك، فما دفعتش الارضيات. لكن البنك بعد ما قفل ب10 دقايق اتصل بيا محمد السيد وطارق النقلي اللي انا بسلمهم الشغل في القاهرة وفي طنطا، وبيدوني العنوان اللي بيتعتق فيه وعوض اللي بيخلص الشغل. قالوا لي الحاوية التريلا اللي هتشيل حاويتنا فين؟ قلت لهم هطلعها لكم. هطلعها لكم ازاي ما اندفعلهاش جمارك؟ قالوا لي لا الافراج معانا في السويس. قلت لهم مش هينفع تطلع غير يوم السبت لان ما دفعتش ارضيات ولا عملت استماره 9 كفميم للحاويه الفاضيه، فدي ان شاء الله مش هينفع تطلع غير يوم السبت. بالفعل الرجاله كان معاها اذن الافراج، ورحت مكلم محمد السيد، يا محمد اديني بيانات الشحنه، اديني رقم اذن الافراج. رجعت معايا الشغل
طبيعي يا محمد الشركه دي بتاعتك؟ قال لي انا بساعد الحاج عوض فيها. يعني مش بتاعتك؟ قال لي لا بتاعت عوض. كلمت وليد عوض، يا وليد الشركه دي انا بنقلها لكم، الشركه دي بتاعتكم؟ قال لي لا انا بساعد محمد السيد. قلت له يا اسلام بيه؟ قال لي نعم. قلت له الرجاله بيساعدوا بعض والشغلانه دي فيها نصيبه. لقيت اسلام وشه جيمة لون، قال لي بقول لك ايه؟ قلت له اوه. قال لي ما تشيلش الحاويه ديت على تريلا من تريلاتك تحت اي بند. قلت له حصل، مش هشيلها يا محمد. والاذن ده طالع لها افراج وانا معايا اصل اذن التسليم، ممكن يعملوا مذكره فقد ويطلعوا اذن تسليم تاني من التوكيل ويطلعوها معاهم اصل اذن الافراج. خد صوره اذن التسليم اهيت وحط هولد على الحاويه. ما كنتش اعرف لسه الحاويه فيها ايه، وانا معانا اصل اذن التسليم. اللي هيجي ياخده مننا هنبلغ معاليك. خدوا رقمكم مع بعض بقى انت ومحمد، لان ديت الشغل ده بيبقى مع محمد. مدير الجمرك عايزني، قال لي اوعى تروح لمدير الجمرك، انا هكلم مدير الجمرك الحاج محمد السيد اللي هو مدير MTS دلوقتي، من بعد ما سوى معاشه في الجمرك بقى مدير MTS اللي كانت تبارك سابقا. خلاص كده مدير الجمرك ما يروحلوش. قال لي اوعى تروح له، انا هتصل بقى اخلص الموضوع. كده انا بقيت متهم ان الكونتينر ده هو بتاعي. طلعت من عنده قابلت احد الرجاله بتوعي، قالوا لي سيب منت السخنه واخلع دلوقتي حالا. ليه يا عم؟ قال لي في نصيبه جوه. وراح حكى لي اللي حصل، ان صابر رجع لقى شحنه باسم نسر الشرق متمنه بالويزر بتاعه والباسورد بتاعه وطلع لها اذن افراج، والدنيا مقلوبه جوه وما دفعتش جمارك، وشغل الشركه ده كله من تاريخ ادراجها على سيستم السخنه ما دفعتش جمارك، والمستخلص وهمي وانت مقاول النقل اللي شايل الشغل كله. قلت له حاصل الموضوع كده؟ قال له اه. قلت له خلصان، اوعى من سكتي. دخلت على الجمرك، عملت لهم حوار تاني خالص، ودخلت على سيستم الجمرك وسألت الناس المختصين، ودخلت جبت IP الجهاز اللي دخل تمن الشغلانه. لقيت جهاز واحد هو اللي دخل من اول ادراج 46 لحد ما طلع اذن الافراج. جهاز كمبيوتر واحد IP واحد هو اللي دخل على السيستم عمل الشغل كله. عملت سيرش على الIP لقيت كارثه من العيار التقيل. لقيت الIP ده مطلع اكتر من 12,000 كونتينر من منت السخنه من على السيستم. طبعا وانا على السيستم الIT شافني بتاعهم، عرفت الكارثه وخدت بعض وطلعت من منت السخنه يوم السبت يوم 21/1 ومشيت من المينا. ويوم الحد اللي هو 22/1 اللي موافق زي النهارده ما نزلتش المينا. جيت زي النهارده بالليل قبل الفجر لقيت العربيه بتاعتي محروقه امام القنصليه السعوديه في أأمن مكان في جمهوريه مصر العربيه بور توفيق. وطبعا الاجهزه الامنيه عارفه الكلام اللي انا بقوله ده كويس، مفيش حد يقدر لا مؤاخذه يذبح فرخه في بور توفيق. اتولعت العربيه في بور توفيق، وطبعا حريق العربيه دهوت قدام بنك اسكندريه كان في الوقت ده موجود في المكان دهوت. يا اللي حرقها الاجهزه الامنيه، يا الاجهزه الامنيه سابت الرجاله تحرقها والعربيه انحرقت عشان يتحرق الشنطه اللي جوه الشنطه اللي فيها الورق اللي يخص عوض محمد عوض والعصابه ديت في منت السخنه. وديت اخطر قضيه امن قومي موجوده في مصر من تاريخ انشاء منت السخنه يا معالي الريس. انت ووزير الماليه والاجهزه السياديه والرقابيه والتنفيذيه في مصر. في القضيه دهيت اتحرقت عربيتي وما تم بالتزوير في محضر حريق العربيه دهيت. تزوير سافر ان تتحرق عربيه في بور توفيق ويتم ارتكاب جنايه في حريق عربيتي ويتم التزوير فيها وتتعمل ضد مجهول وتتحفظ القضيه. طبعا اللي حرق العربيه انا بتهم فيها اسامه الشريف، لان هو صاحب المصلحه وصاحب شركه MTS اللي هي كانت تبارك سابقا، والمستخلص عوض محمد عوض واسلام البدري والعصابه اللي موجوده في منت السخنه اللي دمرت اقتصاد مصر بالتهريب بالاسلوب دهوت. لان الاسلوب دهوت اخطر اسلوب اجرامي في التهريب في مصر يا معالي رئيس الجمهوريه. تعالى بقى نبص لها من زاويتين. كون ان تطلع كونتينر من منت السخنه بباسوردات الموظفين ما يدفعش جمارك، اصبحت هناك فجوه رقميه ما بين اللي المفروض يندفع على سيستم الجمرك واللي اندفع بالفعل في البنك في وزاره الماليه. لو جبنا النهارده منت السخنه من تاريخ انشائها لحد النهارده سنه بسنه، وجبنا من 1/1 ل 31/12 حجم الشحنات اللي تم تقدير لها رسوم على سيستم الجمرك وطبقناها بالبنك،
هيطلع فجوة رقمية ما بين اللي المفروض يندفع واللي اندفع بالفعل. تتحل ازاي؟ تتحل بالمطابقة. هتلاقي اللي المفروض يندفع على سيستم الجمرك اعلى واكبر من اللي اندفع بالفعل. هيطلع فرق جميع الشحنات اللي الرجالة طلعتها من على سيستم السخنة بالاسلوب دهوت من غير ما تدفع جمارك، لان اي شحنة بتطلع من الجمارك لازم يتقدر لها قيمة جمركية. كون ان في شحنات بتطلع من على سيستم جمارك مصر ما بتدفعش جمارك، فبتظهر لازم تظهر في وزارة المالية، والمفروض الرجالة يجوا اخر السنة تطلع الميزانية بتاع اللي اندفع بالفعل واللي المفروض يندفع. لو جبنا الاتنين قصاد بعض هيطلع رقم نطرحه ونجيب البيان التفصيلي نراجعه. الشركات اللي تقدر لها رسوم على سيستم الجمرك وما دفعتش جمارك في البنك ودخلت خزينة الدولة، دهيت الشحنات اللي تم تهريبها من مصر بالطريقة دهيت وبالاسلوب دهوت. والاسلوب ده هو شغال لحد النهاردة، لان MTS هي تبارك سابقا الاتنين بتوع اسامه الشريف، وقبل كده كان اسامه الشريف ماسك مينت السخنه، بس دلوقتي اصبح ماسك جميع مواني مصر، واصبح تحت ايده جميع باسوردات الوزر بتاعه موظفين جمارك مصر من الالف للياء. يا معالي الرئيس انت والحكومه. فالنهارده قضيه حريق عربيتي، طبعا انا عارف مين اللي حرق عربيتي وما بتموتش عين وعليها دين. اركن موضوع العربيه في جنب، لان كده كده هاخد طاري وهاخد حق عربيتي وعارف مين اللي حرق العربيه. لكن النهارده القضيه ديت متورط فيها قطاع الجمارك من اوله لاخره، ومعايا دلوقتي على البث الدكتور حسام دكتور الامراض الجمركيه ظاهر قدامي على البث دهوت. والكلام دهوت مش اول مره اتكلمه، وبتكلمه وافضل اتكلمه لحد ما حق يجي وحق مصر يجي. يا معالي رئيس الجمهوريه، العربيه بتاعت اللي اتحرقت 23/1/2007 العربيه دهيت اللي حرقها الرجاله عشان الورق اللي فيها بتاع التهريب. تعالى بقى في 2007 الرجاله خلصوها، راح محمد السيد خد مكافئته ايه؟ زوروا في القضيه وسابوا الثغره مفتوحه لحد 10/3/2016. معايا التسجيلات نشرها على صفحتي، حاويه مرفوضه واردات باسم سلسبيل جروب، ما ينفعش تتمل. راحوا داخلين الرجاله متمنينها بباسوردات الموظفين، وراحوا مخرجينها في شهر 7/2015. ولما اكتشفها علي كامل مدير الجمرك الراجل المحترم في 10/3/2016، وجاتني المعلومه واكدتها وصدرتها للضابط اللي راح قبض محمد صابر بتاع مديريه امن السويس اللي كان ماسك مكافحه التهرب الضريبي والجمرك في مديريه امن السويس، مكالمته موجوده معايا وانا بسلم له القضيه. الحاج علي كامل انضرب بالنار، وكان ماسك الوقت ده رئيس المباحث ايمن رمضان ابو الحسن. ايمن رمضان ابو الحسن اللي عمله اسلام البدري عمله ايمن رمضان ابو الحسن في قضيه سلسبيل جروب. والحاج علي كامل وقف الدنيا، وقفت المينا 18 يوم عاملين مظاهرات، راحوا الراجل ضاربينه بالنار وراحوا مهددينه، والراجل موجود هناك اهوت عنده استعداد يتكلم في جرائم اخطر من ديت. اصبح سيستم جمارك مصر مباح في ايد اسامه الشريف تحت رعايه مصلحه الجمارك بالفساد اللي موجود فيها، واصبحت MTS اللي ماسكه جمارك مصر كلها معالي رئيس الجمهوريه عباره عن طبق العسل اللي اتلم فيه جميع الدبان والنمل بتاع مصلحه الجمارك ومصلحه امن المواني، السبب في خراب مصر. لان الحاويه اللي اتمسكت في 2007 طلع فيها ب 45 مليون جنيه رمضان. الحاويه اللي طلعت في 2016 كان فيها مكملات غذائيه ومرفوضه واردات. نفس القضيتين مدير جمرك السخنه محمد السيد في 2007 ماسك مدير MTS من بعد ما ساب الجمارك كانت مكافئته. ايمن رمضان ابو الحسن رئيس مباحث السخنه في 2016 لبس القضيه للواد بتاع البريد شيك مدخل البيانات بتاعه الحاويه ديت، وال28 حاويه اللي اتمسكوا برضه خارجين بنفس الطريقه، وراح عامل قضيه في شنك وراح مسوي معاشه واشتغل في MTS. اصبحت MTS الموظفين اللي ماسكينها هم طقم الفسده بتوع مصلحه الجمارك، وان كان على راسهم جدع عساف وغيره في مصلحه الجمارك. لكن الوضع القائم في مصلحه الجمارك يا رئيس الجمهوريه حدث ولا حرج، لابد من القضاء على الارهاب الاقتصادي والفساد اللي موجود في مصلحه الجمارك. وانا بناشد معاليك بفتح تحقيق وحصر مالية عوض محمد عوض، ويجي من اين لك هذا، لان عوض محمد عوض واخواته هم اول ناس
مسكت افراجات من ايد رجاله اسامه الشريف، واول ناس طلعت لها شغل على عربياتي من منت السخنه. والناس دهيت المليارات اللي معاها طلعت من تربحهم من التهريب اللي تم من خلال اسلوب التهريب بباسوردات ووزر نيم الموظفين في مواني مصر وفي منت السخنه بالاخص. ومصر النهارده اصبحت موانيها مستباحه امام اسامه الشريف وعصابه اسامه الشريف ومصلحه امن المواني ومصلحه الجمارك اللي اصبحت متفرغه من مضمونها. واصبح اللي شغالين في مصلحه الجمارك 70% منهم منتدبين من خارج المصلحه، واصبحت مستباحه للتهريب والتهرب والقضاء على الاقتصاد المصري من خلال تلك الثغرات الخطيره جدا، لان ديت اخطر ثغره امن قومي موجوده في مصر. والرجاله ما بتتشطرش غير على صغار المستوردين. وعند قضيه بناشد معاليك للتدخل بحلها انت والسيد وزير الماليه والاجهزه الرقابيه والاجهزه السياديه والتنفيذيه في مصر ورئيس مصلحه الجمارك الحالي السيد شريف الكيلاني، قضيه تامر جمال وحاويه الصحه اللي واقفه في السخنه بقالها 3 سنين، عشان دهيت قضيه من اخطر القضايا. الرجاله في القضيه دهيت دمروا شاب من شبابنا المعتاد في جميع الشحنات اللي داخله من جميع مواني مصر. مفيش شحنه بتخش مظبوطه لا في وزن ولا في عدد ولا في متر. تيجي شحنه عشان الراجل اول مره يستورد ومدخل اصناف باسعارها الحقيقيه من بره، والاسعار دي لو دخلت على السيستم هتعمل مشكله للمستوردين الكبار اللي شغالين في التهريب والتهرب وبيقبضوا الرجاله. اول ما كشف الحاويه طلع الكشف مطابق الاسعار اللي الراجل حاططها اول مره يستورد وغشيم مهنه. جت الاسعار بتاعته بعض الاصناف اعلى بكتير من اللي الرجاله مدخلينها. راح واحد من الرجاله الكبار بالاتفاق مع موظفين الجمارك، لان انا قعدت مع احمد ابو الحسن والدكتور حسام في مصلحه الجمارك، واما جيت اقول لهم حل المشكله قالوا هنتحبس فيها. تمام، ما تتحبس يا اخوي، طالما اجرمته تتحبس. راحوا راجعين عايدين كشف الحاويه تاني، قالوا له لا يابا ده انت عندك صنف فيه 40 كرتونه عجز وصنف فيه 60 كرتونه زياده. وراحوا عاملين له قضيه تهريب ومحصلين من الراجل غرامات 900 حوالي 30 الف جنيه بس، وعملوا له قضيتين وخد براءه فيهم. والراجل دوت اتدمرت حياته واتدمر مستقبله واتدمر راس ماله عشان الفساد اللي موجود في مصلحه الجمارك. وكان يرقصه الشحات الغتواري المخلوع من رئيس المصلحه السابق برجالته الدكتور حسام مدير جمرك السخنه، والشؤون القانونيه اللي دمرت اقتصاد البلد وفرطت في 10 تريليون جنيه مستحقات المصلحه. انا بطالب السيد شريف الكيلاني والسيد وزير الماليه والسيد رئيس جهاز الرقابه الاداريه في فتح تحقيق مع الرقابه الاداريه ويتشاف قضيه تامر جمال وحاويه تامر جمال اللي واقفه بقالها 3 سنين في مينة السخنه، والرجاله عملوا له قضيتين وتتحل القضيه دهيت ويتشاف الشؤون القانونيه في مصلحه الجمارك وضعها ايه، ومين المستفاد من ورا تدمير شاب زي دهوت وتدمير مستقبله وصغار المستوردين اللي تم تدميرهم بالاسلوب دهوت يا معالي رئيس الجمهوريه، وحل المشاكل اللي موجوده في جمارك مصر والقضاء على الارهاب الاقتصادي والفساد اللي موجود في المصلحه عشان ننهض باقتصاد مصر ونرتقي بمعيشه الشعب المصري ونقضي على التهريب والتهرب في مصلحه الجمارك. انا بناشد معاليك بصفتي الشخصيه وبصفتي احد ابناء الشعب المصري، انا اكتر واحد اتدمر وتضرر من مصلحه الجمارك والفساد اللي فيه. جيت في 2018 لما جيت اتكلمت طلعوا فرتكوا عربيتي المرسيدس واقفه في السخنه هناك اهيت وزوروا في محضرها وانا سايب عربيتي ديت، والعربيه الثانيه اللي دمروها الرجاله تحت فسادهم طاري هاخده. ان الحكومه ما جابتوش انا هاخده بدراعي من التخين في مصر. تحياتي لمعاليك، واللي من الجنرال زعلان البحر مليان يتفضل يشرب منه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.